السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديروا الكعبه. الكعبه البلديه المغربيه الاصيليه. وغنوريكم الطريقه ديال التقطاع ديالها وكيفاش كيعطي والتحمار ديالها كيفاش كيجي بهذه الطريقه مذهب. نتمنى يعجبكم الفيديو وتفعلوا الجرس وتشاركوا معايا باش يوصلكم دائما الجديد. بسم الله. غناخذوا نسكلوت اللوز، غنسلقوه وغنقيوه مع ربعه سنيده. غنطحنوا هادشي كامل مزيان، المره الاولى والمره الثانيه تيطحن مزيان. من بعد ما طحنت اللوز مزيان ما تبقى فيه حتى شي حبيبات، يعني كيتمعك مزيان. كنضيف عليه نص كاس ديال الزبده، معلقه ديال المسكه مطحونه. كنحيو الزبده داك اللبن ما كنديروش فيها، كنخليه. كنضيف عليها نص كاس ديال الزهر تدريجيا حتى كتولي العجينه هشيشه شويه، خفيفه، عفوا خفيفه بهذا المعنى. صافي فاش كتولي خفيفه كنبدا نحربل. كنعبر 14 غرام باش يجيوني مقد قد. يعني حاولوا تعبروا 14 غرام باش يجيكم مقد قد. راه تقريبا نص كيلو ديال اللوز راه غيعطيك 60 حبه. بهذه الطريقه كنحربل. دابا غنوجدوا العجينه ديال الكعبه. غناخذ شويه الملحه وغندير زلافه ديال الفورص، يعني ما يعادل رابعه الفورص. وغندير معلقه سنيده وغنضيف عليهم نص كاس ديال الزبده دايبه. كندير انا الزبده في لاباط باش يعطيني داك اللون المذهب. ونص كاس ديال الزهر. وكنحرك هادشي مزيان وكنزيد شويه الماء، يعني غير شي شويه ماشي بزاف. بهذه الطريقه كنعجن. كنضيف عليهم واحد شويه الماء. كنكمل العجينه، خص العجينه تكون عندي خفيفه ماشي قاصحه. وكنحطها في بلاستيكه. فاش كنبغيها كنخدم بها هكا كتكون خفيفه بهذا الشكل هذا. لاني فاش كنكون كنقطع الكعبه راه كنستعمل شويه الفورص، ما كندلكها ما والو، يعني ما كاين لاش تدلكوها ولا شي حاجه. صافي كتجمعها بهذه الطريقه وتحطيها في البلاستيك الغذائي. ضروري تكون خفيفه، انا كنوصيكم ضروري تكون خفيفه باش ما تمحنكمش في تقطعه الكعبه. كتمشي معكم العجينه كما بغيتو. ها نتوما هذا هو الشكل النهائي اللي حصلت عليه. كتمشي معكم العجينه كما بغيتو. هذا سر من سر نجاح الكعبه. كنوضعها في كيس بلاستيكي. من بعد ما حربلت الكعبه كامله غنبداو نقطعوا فيها. كناخذ قطعه من العجين اللي كنا عجننا وخطيناه يرتاح. كندوزو بهذه الطريقه فوق الدقيق. كنضربو بالدلاك، يعني كنطلقو بالدلاك. عاد كندوزو في الماكينه. كندوزو في النمره ما قبل الاخيره. فاش كندوزو من النمره قبل الاخيره عاد كنبدا نحط فيه الكعبه بهذا الشكل هذا. يعني كندوزو في الماكينه بهذه الطريقه. النمره ما قبل الاخيره رقيقه، ماشي رقيقه بزاف، لان رقيقه بزاف غتقطع العجينه. رقيقه لان العجينه هشيشه، يعني غير غتجبديها بيديك شتي ها كما هكا كنجبد وتتمشي معايا العجينه حتى كتبان لكم الطاوله فين علاش كتخدموا كتبان لكم من تحت العجينه. يعني اذا راه العجينه رقيقه مزيانه صافي كنحط الكعبه بهذا الشكل هذا وكنقلب عليها العجينه وكنجبد. كنقلب وكندفع يعني وكنجبد بهذه الطريقه كما كيبان لكم. كندور بهذه الطريقه، يعني كنخلي النفس، كنقطع النفس، يعني كنخرج النفس كامله اللي على العجينه. كندور بحال هكا وكنعاود نرجع
وكنوصل وكنمشي للوسط وكندير بيديا بجوج وكنطلع صافي. كتجي من الفوق غليظه وفي القاعده حتى هي غليظه، وكنقطعها بهذا الشكل هذا، وكنقاد ليها القناه ديالها. كنكون داهنه اللاطه بالزبده او بالزيت اللي متوفر لك، او ندير قاعه ديال الزبده اللي متوفر لك. نعاود المره الثانيه كنقطع النفس عليها، يعني النفس كامله كنحيدها، كندور، كنعاود نرجع، وكنطلع شويه للوسط ماشي في الراس، في الوسط، وكندفع بيديا بجوج، كنخلي الفوق غليظ والتحت غليظ والوسط كيرقق شويه ماشي بزاف، وكنقطع. وكان الجناب دائما كان يكونوا نازلين، نحاول نلصقهم على اللاطه باش ما يجوش طالعين، يجيو في تقاده وحده. نعاود المره الثالثه، يعني كنمشي وكنعاود نرجع، وكنشد الوسط بايديا بجوج وكنخدمها، كنطلعها بهذه الطريقه وكنقطعها بحال هكا. كنبقى حتى كنكمل الكعبه ديالي بهذا الشكل هذا. وهاد المقادير كاملين ان شاء الله غتلقاوهم في صندوق الوصف. نتمنى هاد الطريقه ديال تقطعه الكعبات تجيكم سهله وراها ناجحه. كنبقى بحال هكا تكمل. بعد ما خليت الكعبه ارتاحت واحد الليله ولا القليله، الا كنتي زربانه واحد 4 السوايع، ولا كتشعلي الفران وكتخلي واحد 5 دقائق وكتدخليها الفران، وكتطفي عليه عفوا، وكتدخليها الفران باش تنشف. كتاخذ ابره وكتكيها بها، يعني 3 تكات في الكعبه كامله. كناخذ البيض وكندهنو، كناخذ بيضه كنخلطها مزيان وكندهنها، كندهن مزيان البيض، ماشي كنخليه كيبقى يسيل عليها بحال الدميعات صافي. وكنشعل الفران وكندخلها الفران وكنحرك وكنبقى ندورها وسط الفران حتى كطيب. هذا هو الشكل النهائي ديال الكعبه من بعد ما طيبناها. كندخلها العافيه عليها من التحت حتى كطيب مزيان، عاد كنهودها من الفوق كتحمر شي شويه، ما كتحتاجش بزاف الوقت في الطياب. ولكن واحد الحاجه ضروريه انك كيفاش ديري اللاطه تبقاي تدوريها وسط الفران، ما تخليهاش غير بلاصه وحده. بالصحه والراحه.